There is no cause for which I am prepared to kill. Whatever they do to us, we will attack no one, kill no one, but we will not give our fingerprints, not one of us. They will imprison us, they will fine us, they will seize our possessions, but they cannot take away our self-respect if we do not give it to them. Have you been to prison? They beat us and torture us. I say that we... I am asking you to fight against their anger, not to provoke it. We will not strike a blow, but we will receive them, and through our pain, we will make them see their injustice, and it will hurt, as all fighting hurts. But we cannot lose. We cannot. They may torture my body, break my bones, even kill me. Then they will have my dead body, not my obedience. أنا اسمي جواد نابلسي وأنا متخرج من كندا، تخصصي تسويق وتمويل وشغال استشاري إداري. احنا وقفنا على عربيات الأمن المركزي وأنا قلعت العساكر هدومهم، خليتهم يلبسوا الميري المدني خلاص، وجريتهم وسط الناس كانت هتاكلهم، وكان في حتى ضابط اسمه ابو ريا رجع. وما كان عملت كده ليه يا جواد؟ والله يعني اصل يعني كنت حتى اقول للناس والله واحنا نازلين كنت عمال ابوس الضباط ونبوس العساكر، نقول لهم والله احنا بنعمل كده عشانكم، والله ما عايزين ناذيكم ولا عايزين، احنا مالناش لا سلطه ولا لينا اتجاه سياسي ولا احنا اخوان ولا لينا اي حاجه، نعمل كده انت غلبان، انت راجل جاي بتاخد 300 400 جنيه وانا عارف انا بعمل كده عشانك، انا بعمل كده عشان انت باذن الله ان شاء الله تعيش عيشه كريمه يعني. بس فحتى الضابط يقول لي انت راجل يعني ابن الناس، ايه اللي نزلك؟ بقول له والله انا قدر ربنا ان انا ليا شغل مثلا في الجمعيات، بنزل مثلا محافظه زي المنيا وبنشوف عائلات ما عندهاش كهرباء وميه ومعدل دخل 70 80 جنيه في الشهر. فالواحد نفسيته تحس ان في يعني لا يعني لا في حاجه غلط خلاص، ونفسك تعمل حاجه وحاسس ان السيستم في حاجه في السيستم مش مظبط. بس بقول له هو ده رد بسيط، وانا بعمل كده عشان بحب البلد بس وبحبك.